السلام عليكم. بدايه فيديو جديد ضرب النار يا جدعان. فكره الفيديو النهارده مختلفه تماما. هي زي ما انتم شفتوا في العنوان اللي هي مقلب العنوان والصوره مصغره. طيب الفيديو ده بعد غياب فتره جامده، فاحنا عايزين الريتش يرجع تاني عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات، عشان يكون عندنا حماس وتكتبوا لنا كومنتات حلوه قوي زيكم كده عشان نستمر في فكر الفيديو النهارده هتكون عباره عن ايه. فكر الفيديو هتكون اللي انا هرن على محمد جلال واقول له، اكيد انتوا عارفين محمد جلال، هرن عليه واقول له ان انا محتاج 500 جنيه اشوفه ايه رد فعله. ومجدي واحد زميل هرن على اصحابي كلهم حرفيا، اقول له حوالي 4 5 منهم من اصحابي تم. فايه خليكم معانا وتابعوا الفيديو، دوسوا لايك وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده. ويلا خليكم معانا في الفيديو. المفروض دلوقتي يا جدعان انا برن على محمد جلال اهو فردتي. انا هكبر انت اسمع، قرب الكاميرا شويه. محمود اللي بيصور. طيب يا جدعان مفيش حد عارف فكرة الفيديو خالص غير محمود. الو دي مزاجنجي ولا كراميز؟ الو مزاجنجي. ايه يا عم؟ انت فين يا اسطى؟ الشغل. انت ومين؟ انا ومجدي والناس اللي هنا. قول لي انت. طب بس عايز منك حاجة. ايه؟ هترضى؟ ما تقول يا ابني. هتعملها يعني؟ على حسب اللي انت هتقوله. ماشي يا اسطى، انا عايز منك 500 جنيه لحد ما نقبض. لحد ما نقبض؟ اه. ليه؟ كنت سالف فلوس انا من هنا من عندها من الشارع من واحد هو عايز. طيب استناني النهارده بالليل لحد ما اجي ناخد الفيزا عشان فلوس الفيزا. هي الفيزا فين؟ معايا في المحفظة هنا، او تيجي انت بالعجلة تاخد الفلوس. امتى؟ لو عايز تيجي دلوقتي تعالى عادي. ماشي يا اسطى. ماشي. عايز حاجة؟ هتيجي امتى؟ هشوف كده واقول. ماشي. طب يا جدعان المفروض ان محمد جلال اول واحد عدى من الموضوع، يعني حسيته فعلا الواحد دول لانه فعلا عنده فيزا وهو كان قايل اللي هو حاطط فيها فلوس وكده لما نقبض. وعلى العموم انا شغال معاهم في نفس الشغل، بس انا واخد اجازه النهارده مخصوص عشان اصور لكم الفيديو ده. رن على مجدي برضه الصوره هتظهر هنا زي صوره محمد جلال هتظهر. عامل كتمه لحد ما يرد. مجدي مش عارف. الو. ايه يا ابني؟ يا اسطى انت بتقفل في وشي. ده ما انا عمال اقول له انت ما بتردش يا اسطى. يا ابني خليك معايا يا اسطى دقيقة يا اسطى. يابا يا عم بقول لك عايزك يا اسطى، عمال تتكلم وتعمل هنا وهنا في ايه يا اسطى؟ يا اسطى عايز منك فلوس لحد ما نقبض. ايه؟ 500 جنيه. ايه؟ شوفوا مثلا معاك كده ولا مع اي حد عم نقبض. مين اللي معاه 500 جنيه؟ هم كتار يا اسطى؟ ماشي يا اسطى. 20 جنيه. ماشي خليها لك مجدي يركب بقى مواصلات. ماشي سلام. شفتوا مجدي عمل ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود. طب بصوا انا هرن على واحد اسمه زياد معاه في الشغل، صوته قدامي هنا دلوقتي. ما صورش معاه فيديوهات قبل كده بس انا متعرف عليه من الشغل. كمية الاحترام قدامي، اما ارن عليه واشوفه هقول له كده برضه، شوف اقول له. بس هو فعلا كفلوس معاه مش عارف بقى معاه فلوس اصلا، من بلد جنبنا وهو جاي هنا واخد سكن هنا. هو ممكن يكون على قده مش عارف. الو. ايه يا قلبي؟ عايز وزع عسل. ايه يا اخويا؟ يا عم مش سامع حاجه منك خالص. انا كنت سامعها. لا والله اقسم بالله كأنك عامل ميوت المكالمه، مش سامع حاجه خالص. لا والله. انت فين يابا؟ في الواحد. بتعمل ايه في الواحد؟ والله يا ابني ما نروح احسن، والله ما قلت اوعى. ليه بس؟ من غيرك يا عم. انت فين يا عم؟ اهو يا عم والله في البيت، هاجي بكره. تعمل ايه في البيت؟ يا عم عادي بقى.
عادي بقى. تعمل ايه؟ قاعد والله عايزك في حوار كده. في التليفون؟ انا في التليفون عايز. هتنفذ؟ هنفذ؟ انت هتنفذ؟ قولوا هنفذ. قولوا هنفذ. ماشي، اصل انا عايز 500 جنيه لحد ما نقبض. لحد ما تقبض؟ يوم 5. عايزه يوم 5 ولا عايزه مش فاهم؟ انا عايزهم النهارده او بكره الصبح اما اجي، وعشان اصرف نفسي انا عشان في هنا حوار معايا لحد ما نقبض وانا هديهم لك. يعني انت اصلا عايزه النهارده او بكره مش يوم القبض؟ ايه؟ طب بكره انت جاي الشغل صح؟ خلصانه ماشي، رجع تكون صرفت لها. هتصرف منين طيب؟ خلاص بقى مالكش دعوه. منين بس؟ بكره والله. هتديهم لي يعني؟ يا عم تقعد. اما اجي بكره انا باجي الساعه 3. ماشي. ده هما جاهزين معاك دلوقتي اجي لك؟ لا جاهزين معايا دلوقتي لا. امال اجيبهم منين طيب؟ ايه؟ هتجيبهم منين؟ يا عم مالكش دعوه. انا عايز اعرف. لا مالكش دعوه. هتنزل يعني عندكم البلد؟ يا عم مالكش دعوه بقى كده سنه مالكش دعوه. يا اسطى لو هتنزل البلد بلاش يا اسطى. تقول ايه؟ لو هتنزل البلد عندكم لا بلاش. مش نازل البلد لا. امال يا اسطى؟ نازل البلد ايه؟ باخد فلوس من القبض يا عم انت عبيط. لا خلاص بقى انت مش شربت وخلاص قلت لك مالكش دعوه. خلصانه بس. في حاجه معاك انت بس ولا ايه؟ لا يا عم، هو الحوار هيخلص بكره لو جهز يعني. خلصانه. عملت الحاجه اللي انت قلت عليها؟ عملت يعني؟ عملت. خلصانه يا عم. خلصانه. عايز حاجه؟ ماشي يا حبيبي. حبيبي عزيز. سلام. هي دي الصحاب يا جدعان، والله العظيم عارفه بقالي 10 ايام، والواد جدع وراجل، وهطلعوا معاه فيديوهات انتظروه. انتوا هتخليكوا تشوفوه. يا حس. ايه يابا عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام. انت محشش ولا ايه؟ محشش؟ انا مش سامع. انت فين يا محمد؟ انت فين؟ الو، انت فين؟ والله ما سامع الشبكه وحشه. انت فين يا اسطى؟ انا في البيت. امال ايه الدوشه دي يا عم؟ ايه الدوشه دي؟ انا مش عارف والله، انا مش سامع اي حاجه، مفيش حاجه حواليا. ده في ايه عندك دوشه يا اسطى؟ مش عارف بس. امسح كده السماعه بتاع التليفون. انا جاي اهو. جاي الاستاذ. جاي اهو بقى. ايه؟ امسح سماعه التليفون. والله الو، انت كتمت السماعه مش مسحتها يا اسطى؟ والله لا انا مش عارف اتكلم احمد اللي معايا. سامعني يعني؟ عايز منك طلب. معكش 500 جنيه لحد يوم 5 اما اقبض من الشغل؟ لا ما انا سمعتش حاجه من دي، قول كده تاني. ما معكش 500 جنيه لحد اما اقبض يوم 5 من الشغل؟ كام؟ 500. 500؟ والله العظيم لسه جايب كوتشي، لسه دافع فيه فلوس والله. عم خلصان. معلش والله يا اسطى، والله العظيم لسه جايب كوتشي اليومين اللي فاتوا. ماشي يا عم عادي. طب عايز حاجة؟ كده كده زياد محمد جلال محمد حسام يعني هو يعني بيلعب كورة زينا كده، فهو بيشتري بقى كوتشات وحاجات من دي. مجدي هو الوحيد اللي طلع ابني ومش حلو. ماشي يا جدعان. طب يا جدعان نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهارده، واكيد انتوا شفتوا مين جدع ومين مش جدع. دوسوا لايك وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس يوصلوا كل حاجة جديدة، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.